السلام عليكم متابعينا الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده وصفتنا بموزتين وبس. اه كان عندي موزتين في البيت وقلت يلا بقى نعمل وصفة حلوة هتعجب الولاد جدا جدا جدا. ممكن تنفع معاكي كمان فطار او عشاء خفيف. لو نفسك بقى تغيري كده في الفطار او في العشاء، تعالي اقولك تعملي الوصفة دي ازاي. اول حاجة هنا جبت الموزتين وقطعتهم كده بايدي بسرعة، وجبت الهراسة بتاعت البطاطس وهرسيهم كويس جدا بالظبط كده. وبعدين حطي عليهم نص كوباية سكر ونص كوباية لبن. قلبي بقى كده المكونات كويس، وبعدين ضيفي عليهم بيضتين. بجد هتطلع طعمها تحفة، هتعجبكم جدا وسهلة جدا، يعني في خلال 10 دقايق تبقي مخلصاها. رشة فانيليا. وهاتي بقى كده الخلاط او المضرب، ممكن كمان بالمكسر اليدوي ممكن تكملي الخطوة، بس انا قلت عشان الوقت. وبعدين تضيفي معلقة زيت كبيرة. الدقيق بقى هنا انا استخدمت كوباية ونص دقيق من غير ما تنخليه ولا اي حاجة، حطيه كده على طول. وكمان معلقة من البيكنج باودر. واقلبي كده تاني الاول كده على السرعة القليلة، وبعدين عشان بس الدقيق ما ينطرش منك في كل حتة، وبعدين على السرعة العالية. اول ما يتخلط الخليط كويس مع بعض، اضربي كده كويس وهاتي كده سباتيولا وتأكدي ان هو كله كده اتضرب كويس. يبقى انت كده خلاص خلصتي الوصفة. ايه رأيك بقى؟ النهاردة هعمل معاكي البانكيك. بانكيك الموز مع المعجنات بيدي طعم تحفة. يعني انت حتى لو مجربة الكيك الموز والكنافة بالموز بتدي طعم حلو جدا. هاتي بقى كده صينية وانزلي بقى كده بالخليط بتاعك، اعملي شكل البانكيك. هتقعدي بالظبط كده دقيقتين، هتلاقي ان هو عمل فقاقيع كده من فوق. على طول تقلبيه. ظبطي كده بقى الحاجات اللي بتطلع دي من الجناب. شايفين ما شاء الله هيطلع معاكي تخين، يعني سميك، مش هيطلع معاكي خفيف زي الكريب، لا. اللي هيطلع معاكي هش كده وتخين من جوه. انا هنا كانت اخر حاجة خلاص. انا حبيت اوريكي ان ممكن تعملي كمان بحجم اصغر من كده وممكن باكبر من كده. الحجم ده بقى انت اللي انت عايزاه واللي تفضليه اعمليه. بتسيبيها بس دقيقتين، هتلاقي بقى تعرفي ازاي ان هي خلاص استوت من تحت. هتلاقي فقاقيع كده طالعه من على الوش، وكمان بتتحرك بسهوله عندك في الطاسه بتاعتك. شايفين؟ مش عايزه اقولك ريحتها ازاي، ريحتها حلوه جدا. اقلبي بقى كده على طول. ما شاء الله حاجات بقى كده كيوت كده صغننه. شايفين سميكه ازاي وطعمها حلو جدا. انا هنا بقى حطيتهم على بعض وزينتهم كده بموز. ممكن بقى تزينيهم بقى بشوكليت، او ممكن تحطي عليهم عسل نحل، هيبقى حلو جدا برضو. قدميها بقى بالطريقة اللي انتي تفضليها. مش عايزة اقولك ريحتها وطعمها حلوة جدا، خفيفة جدا وهشة جدا، والموز مديها طعم تحفة، مسكر وجميل. لو عجبك الفيديو ياريت بقى سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وما تنسينيش بقى بالشير وباللايك. وخلي بالك انا الصوص الشوكليت ده كنت عاملاه معاكم قبل كده، كان حلو جدا برضو. هسيبلك رابط الفيديو عشان تتفرجي عليه.